فيس لايف مانتكات، جريدة الإلكترونية الشاملة تتجدد على مدار كل ساعة إليكم ومعكم في قلب الحدث. سياسة، فنون ورياضة، مجتمع، إبداعات، فن وثقافة، إليكم في كل لحظة. ناصر الزفزافي أسوار السجن تنجى يوم الخميس، وذلك بعد منح السلطات إذنا استثنائيا له لحضور جنازة والده أحمد الزفزافي الذي فارق الحياة يوم أمس الثلاثاء متأثرا بمضاعفات مرض بالسرطان. وقد أفادت مصادر مطلعة أن الزفزافي الذي يواجه حكما ب20 سنة سجن ب20 سنة سجنا نافذة في قضايا متعلقة بحراك الريف، تمكن من مغادرة السجن بتصريح استثنائي من أجل توديع والده في وقت كان يشهد فيه المستشفى حالة حرجة إثر تدهور حالته الصحية. ووفقا للمصادر فإن الزفزافي سيشارك في جنازة والده بمدينة أجدير، حيث سيؤدي صلاة الجنازة على جثمانه بمسجد العتيق في المدينة بعد صلاة العصر. وسمحت مندوبية السجون في مناسبتين لناصر الزفزافي بزيارة والده في المستشفى في خطوة إنسانية لاقت إشادة واسعة. ناصر الزفزافي وهو يخاطب جموع الحاضرين من فوق سطح منزل العائلة، شاكرا إياهم على الحضور لجنازة والده الذي وصفه بأبي الحرائر والأحرار. مهما اختلفنا ومهما كانت لنا من آراء وأفكار، ولكنها كلها تصب في مصلحة الوطن أولا وأخيرا. لا شيء يعلو فوق مصلحة الوطن. وجودي معكم اليوم حقيقة وأنا لست من الذين يبكتون الناس أشياءهم، كلمة لا بد أن أقولها للتاريخ: ما كنت لأكون اليوم معكم، ما كنت لأكون اليوم معكم لولا أولا فضل الله تعالى والمجهود. حقيقة أقولها وأجهر بها مصداقا لقول الله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. يعني إدارة السجون المتمثلة بالخصوص في شخص المندوب قام بمجهود كبير ونعرف جيدا ما، لأن الأمور ليست بالسهلة التي يمكن أن يتصورها أي إنسان حتى تصل إلى مدينة الحسين. وهذا الفضل يعود أولا لله ولشخص المندوب ولكل الأطر الذين اشتغلوا إلى آخر الساعات من أجل أن تتحقق هذه الأمنية لحضور جنازة والد رحمه الله الذي أسميه طبعا إذا قبلتم فضلا وليس أمرا أبو الأحرار والحرائر بكل بعدها. الرجل نذر حياته في سبيل الوطن، وحينما أقول الوطن أقصد به صحراؤه وجنوبه، شرقه، شماله وغربه. نحن بارك الله فيك، نحن كما قلنا مستعدين لنقدم دماءنا على كل شبر من أشبار هذا الوطن. ولذلك أيها الإخوان، من الصعب جدا أن يتحقق هدف قبول التعزية من الجميع، ولكن حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إكرام الميت دفنه. الأب ديالي يتواجد في مستشفى، العائلة ستمشي للمستشفى باش تجيبوه، سيصلى عليه إن شاء الله في مسجد العتيق كما طالب منا والدنا، والدفن ديالو إن شاء الله سيكون في مقبرة المجاهدين، ومن تعذر عنه الوصول إليه إن شاء الله سيتحقق في المقبرة. ثم إن شاء الله من استطاع أن يحضر الجنازة فهذا شرف لنا، ومن تعطل فلكل الأسباب، ونحن نقدر ظروف الناس ومشاكل الناس، وربما قد يضيق الوقت ولكن وجودكم اليوم هنا هو انتصار للوطن. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.